السلام عليكم. ناس كتير قوي من الناس اللي بتكشف نظر بتقول لي اعمل ايه يوم الكشف الطبي عشان ما اتكلمش معاه كتير وعشان يفهم انه عندي مشكلة، لان انا ممكن اخد ودي معاه كتير وهو ما يقتنعش. طيب، دي حلها بسيط جدا، وانا هقول لك دلوقتي على الامراض اللي ليها علاقة بالعيون تعمل معاها ايه. طيب، بس قبل ما اقول لك ان شاء الله ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل الجرس عشان ان شاء الله وتعمل لايك للفيديو عشان ان شاء الله يوصلك كل جديد. طيب، انت دلوقتي رايح تكشف طبي. طيب، الناس اللي هي نظرها ضعيف دي اوريدي بتبقى لابسه بتبقى لابسه نظاره، ما عندناش مشكله مع دول. انما في ناس تانية بيبقى عندها مشاكل في العين. طيب، اللي عنده مشكله في العين وليكن عنده مثلا كان مركب عدسات، او مثلا كان عنده حاجه في العين، او عنده عين فيها العصب كسلان، او كل دي حاجات كتير قوي. الحاجات دي كلها اعمل معاها ايه؟ يعني انا دلوقتي عندي الحاجات دي، عندي مشاكل فيها، اعمل معاها ايه؟ اسيبها؟ طيب، ولا ليها حل وانا رايح التجنيد عشان هو ما يعمليش مشكله؟ لا، ليها حل. او عشان هو ياخد مني وما يقعدش يهري معايا؟ لا، ليها حل. طيب، هو انا لو رحت شكيت له ان عينيا تعباني او ان عينيا عندي مشكله فيها او ان نظري ضعيف، مش هيحولني؟ لا، هيحولك. بس انت اللي انا هقول لك عليه ده هيريحك من الكلام اصلا معاه. تمام. طيب، اول حاجه، ما تروحش تمثل وتقول انك عينيك تعبانه وعينيك مش تعبانه. ليه؟ لانك هتاخد قطره، القطره دي هتنسيك اسمك، يعني هتخليك تنسى اسمك. فانت عشان ما تروحش تتاذي وتاخد القطره دي مش مضره، القطره مفيده، بس بتطهر العين يعني بتعمل لك كل الشوائب اللي في العين هي بتشيلها. طيب، كل الشوائب اللي في العين هي بتشيلها يعني بتحس ان عينك، عارف حد حاطط لك نار هنا وبيولع في عينك، انت هتحس نفس الاحساس ده. فانت لو بتمثل حاول ما تمثلش، لا انا مش مستاهله التمثيل، عينيا مش تعبانه ما اروحش. طيب، عينيا في شك، هي مش سالب 8، هي اقل شويه، لا اروح. لان في ناس بتاخد اعفاء من اقل. طيب، ده انا رايح يوم الكشف الطبي، اعمل ايه عشان اخد اعفاء لو انا نظر ضعيف او توافرت فيك حالات اللي انا قلت لك عليها ساعه ما كنت بحكي على النظر؟ طيب، في الفيديو في الفيديوز اللي هي بتاعت الاعفاء الطبي الحتمي. طيب، تعمل ايه؟ النضاره هتغنيك عن اي سؤال ممكن تتساله. ازاي؟ انت لما بتلبس نضاره بتقول له انا اوريدي تعبان، انا تعبان، فانت شوف لي المشكله اللي عندي واديني اعفاء. فانت لما بتلبس نضاره بتريح نفسك، سواء كان العصب عندك في العين كسلان، سواء كان عندك وليكن ميه على العين او عامل لك مشكله كبيره والعين بايظه، عندك نظرك ضعيف قوي، عندك مركب عدسات، الحاجات اللي هي ممكن تجيب اعفاء، حاول تلبس نظاره وانت رايح. طيب، انا ما عنديش نظاره، لو عندك اي نظاره حفظ نظر او عندك اي حد جنبك لابس نظاره حفظ نظر البسها منه، او خدها معاك منه والبسها هناك الثانيه دي اللي هو وانت داخل عليه. بس ليه؟ عشان يحولني من غير ما اتكلم واهري معاه ونخلص من قصه الهري وبتاع، عشان استريح وان شاء الله في الاخر ينتهي الموضوع بالاعفاء. فالموضوع حل بسيط، ما تصعباش على نفسك، اعمل اللي انا بقول لك عليه، لان انا اللي بقول لك عليه ده مش كلامي ولا هي ولا هو وجهة نظري ولا وجهات نظر ناس حواليا، دي خبرات من ناس كتير قوي انا سألتها، ومعلومات عندي مش طبيعية عن الموضوع ده. فبقول لك من يمكن 98 و99 من الحالات اللي بتسمع كلامي بتاخد اعفاء. فان شاء الله بالتوفيق، حاول تعمل اللي انا قلت لك عليه وان شاء الله خير. شكرا جزيلا، السلام عليكم.